السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع جديد وهو ال 2D families. أنا عاوز أعمل family تبقى تاج للstructure framing اللي عندي دي. عاوز أعمل لها تاج. فهروح على فايل وأقول له new family. بعد كده التاجز بتبقى annotations. هلاقي عندي خلينا ديت في الامبريكال، فخلينا في الانجليش. templates انجليش annotations. هلاقي في هنا metric generic tag. الكتاب بتاع الفاميلي بيبقى RFT، انما البروجكت بيبقى RVT. اقول له open. هلاقي كاتب لي نوت بيقول لي ان دي فاميلي تاج، وان الانترسكشن بوينت وتقاطع الاتنين reference plans. تمام. هدوس على family category and parameters، واقول له انا عايزها تبقى structure framing tag rotate with component. اوكي. بعد كده اضغط على create واعمل label في النص، واخليه يقرا التايب نيم. احط قبل التايب نيم قوس شيفت 9 في البريفكس، وفي السفكس شيفت 0. تمام. وبعد كده اقول له اوكي. احاول اوسطنها زي كده تبقى في نص الانترسكشن. اقول له امسح النوت دي. اقول له save file save as family. اروح على الديسكتوب ريفت families، اعمل لها replace لدي. اقول له save yes. بعد كده هعمل ايه. انا عاوز احط قبل لو عملت لها load into project override to existing version، اقول له اوكي. مش عايز اسيب دلوقتي. اعمل له تاج. او عملت تاج. هي دي نيو structure from التاج اللي انا لسه عاملها. هلاقيه عمل لي التايب نيم. لو عملت ايه التايب، هلاقي التايب نيم هو اراه 300 في 800، والقوس اللي حطيته في السفكس واللي في البريفكس حطه. تمام. خلينا نمسحها ونعملها تاني عشان انا عايز اشوف حاجة. لو عملت على الكاميرا بيبقى فوقيها بالظبط كده. كمان الترانسفيرسي بيبقى مؤخف اللي وراها. نبقى نظبط الحاجات دي. تمام. اروح على الفاميلي تاني. لا، اروح على البروجكت. عايز اعمل بارامتر جديد، فاروح على مانج. انا في مانج اصلا. تمام. هلاقي في بروجكت بارامترز. اقول له عاوز اعمل نيو بارامتر. عاوزه يبقى شيرد بارامتر. شيرد بارامتر، اقول له سيلكت بيم مارك. لو انا مش معمول عندي البارامتر بيم مارك، اعمل edit واعمل نيو واسميه يبقى common data، ويبقى تحت تكست، واقول له اوكي. تمام. هو البارامتر ده عاوزه، ويبقى تحت
الجروب بروجكت رامتر أندر، خليه عايزه يبقى تحت ال identity data. فين identity data؟ الجروب ده اللي هو بيبقى هنا، الأندرلي ده جروب، الجرافيكس دي جروب، فهو عايز البارامتر يبقى تحت جروب ايه، فعايزه يبقى تحت جروب identity data، وعاوزه يبقى تحت تبع structure framing. هعمل شيك عليها. تمام، أنا كده تمام. يبقى التايب instance مش تايب، عشان يبقى كل كاميرا أحط لها المارك بتاعها، مش هيبقى في التايب كله يبقى نفس المارك، فعشان كل كاميرا بيبقى لها مارك لوحدها. أقول له أوكي. ماشي. هو أنا أصلا عامل البارامتر قبل كده. أقول له تمام أوكي. بعد كده هروح على الفاميلي وأعمل آه، قبل ما أروح على الفاميلي هروح على كاميرا، وأروح على identity data بتاعتها. هلاقي في بيم مارك هنا، سميها مثلا B6، كابيتال B6. تمام. أروح على الفاميلي بتاعت التاج، أقول له edit label، هاتلي البيم مارك. الأول هروح على manage، أعمل select على الليبل، وأعمل select على الليبل، وأقول له edit label. بعد كده new parameter، اللي هو من هنا parameter properties، وأقول له select beam mark. أوكي. أوكي، هلاقي البيم مارك اتضافت معايا هنا. أجيبها معايا في الليبل، وأرفعها فوق تبقى قبل التايب نيم. أو عايز أحط ما بينها مسافة، ما بينها وما بين التايب نيم أحط. لو مش عايز، لو عايزها تبقى جنبها، يعني لو عايزها تبقى جنبها تلاقيها جنبها كده. أما لو عاوز يبقى في مسافة تلاقيها بقت فوقيها. أحط في السامبل فاليو B01 مثلا، خليها بكابيتال B01، خليها جنبها. وأقول له edit type، عايزها تبقى transparent، وخلي الخط يبقى 2.5 ملي text size. اوبك خليها تخفي الحاجة اللي تحتيها، أما ترانسبيرنت بيبقى شفافة، لو في حاجة تحتيها مش هتخفيها. أقول له أوكي. load into project override، ألاقيها بقت مظبوطة معايا. طيب أنا عاوز لو سميتها برضه أجرب. لو سميتها، احنا فين ال identity data؟ facing identity data، لو خليتها مثلا ب8، ألاقي التاج بيقرا معايا من البي مارك هنا. تمام، هي كده مظبوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.